اهو تلاقيه مطقم مع السرير شكل ما انتم شايفين بالظبط، مطقم والله صدفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو جديد من قناتكم قناه الكابتن. طبعا شكل ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو وكمان في الصوره المصغره بتاعه الفيديو، توقع واكسب ايباد 10. هل ده حقيقي؟ ايوه ده حقيقي. يعني انت هتتوقع ان شاء الله مباراة الاهلي القادمة امام انتر ميامي وهتكسب ايباد 10. طب ايه الشروط؟ الشروط 4 حاجات او 3 حاجات. اول حاجة معانا هي انك تتوقع مين الفائز، يعني تكتب كده اول حاجة الفائز مثلا الاهلي، لا الفائز انتر ميامي، تفهمني؟ إيه التعادل، فاهمين ازاي؟ تاني حاجة معانا وهي انك تتوقع النتيجة بتاعة الفوز او النتيجة بتاعة التعادل. يعني ازاي؟ يعني مثلا انت توقعت ان الاهلي يكسب، فهتقول الاهلي هيكسب 3-2، لا 4-1، 5-1. توقعت مثلا انتر ميامي يكسب، فهتقول 3-1 لانتر ميامي، 4-3 لانتر ميامي، 1-0 لانتر ميامي، فاهمين ازاي؟ او تتوقع التعادل، يعني 0-0، 1-1. فده تاني شرط معانا. تالت شرط معانا هو صعب شوية، عاوز واحد يعني متابع كرة كويس وقارئ الفرقتين كويس جدا جدا جدا. تالت شرط هو انك تقول الاجوان هتيجي امتى. يعني انا مش بتكلم، انا مش بحجمك، يعني مش بقولك الاجوان هتيجي في الدقيقة 30 و19 ثانية، 30 دقيقة و19 ثانية او 45 دقيقة و5 ثواني، لا انا بقولك يعني الاجوان هتيجي في الشوط الاول ولا الشوط الثاني. يعني مثلا الاهلي هو اللي هيفوز مثلا على انتر ميامي، انا واحد بتوقع اهو، فهمشي على الشروط. اول شرط انا قلت الاهلي هيكسب، تاني شرط هيفوز مثلا بنتيجة 3-2، تالت شرط هقول الاهلي هيجيب جونين في الشوط الاول وجون في الشوط التاني، وانتر ميامي هتجيب جون في الشوط التاني برضك، فاهم ازاي؟ يعني ده تالت شرط معانا وبس كده. هي دي التلات شروط، يعني التلات شروط معانا، وان شاء الله اللي هيقول التلات شروط دول صح هيكسب معانا ايباد 10 باذن الله. دلوقتي بقى افترضنا ان انت توقعت وما كسبتش، هتعمل ايه؟ هل انت كده خسرت خلاص؟ لا انت كده ما خسرتش. هتحاول ان شاء الله معانا في الفيديو القادم، اللي هو ايه الفيديو القادم؟ هل توقع بردك مباراة الاهلي وانتر ميامي؟ لا، هتتوقع مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي، الماتش اللي عليه الدور يعني، وهكذا لحد ما الاهلي يروح ان شاء الله لابعد ما يمكن، لحد ما يروح للنهائي، فاهمين ازاي؟ ان شاء الله هنكسب جوائز لحد ما الاهلي يروح للنهائي. يعني انت ما كسبتش المره دي هتكسب المره الجايه. تابعنا باذن الله وحاول كذا مره وممكن يكون ليك نصيب يعني. وباذن الله دلوقتي هفرجكم على ايباد 10 شكله عامل ازاي وحالته عامله ازاي، هو مستعمل ولا مش مستعمل، كل ده هنعرفه دلوقتي. يلا بينا. طبعا يا شباب ده شكل الايباد اهو. الايباد شكل ما انتم شايفين من ورا الجراب عامل ازاي ومن قدام اهو تلاقيه مطقم مع السرير شكل ما انتم شايفين بالظبط، مطقم والله صدفه، انا مش عامل. افتح الايباد اهو شكل ما انتم شايفين. لو انت عاوز تلعب بابجي تلعب بابجي اهي، دي بابجي 90 فريم. اليوتيوب اهو، دي القناه بتاعتي اليوتيوب اهو شكل ما انتم شايفين اليوتيوب. بس انا كمني بعيد عن اليوتيوب شويه، بصور بعيد عن اليوتيوب، فحاجه محترمه يعني. 256 جيجا، شاشه 90 هرتز، 90 فريم، حاجه محترمه. لو جينا نشيله من الجراب برضك، ثواني نشيله من الجراب شكل ما انتم شايفين، اللون الازرق، حاجه محترمه ما شاء الله. شكل ما بقول لكم استعمال شهر فقط، فباذن الله شكل ما قلنا بقى، شكل ما احنا قلنا هنقول الشروط تاني على السريع. اول حاجه او اول شرط انك هتتوقع المباراه، وبعد كده هتتوقع مين يعني المباراه، وهتتوقع مين اللي هيجيب الاجوان، وهتتوقع الاجوان هتيجي في انهي شوط. وما برضك ما تنساش تعمل لايك، اللايك ده مهم، لان لو انت عملت كل ده صح واللايك نسيت اللايك، فواحد تاني عمل لايك وتوقع كله صح، فهو ده اللي هيفوز. يعني لازم تعمل كل الشروط، وباذن الله يكون لك نصيب. شكل ما انت شفت يا شباب الايباد وحالة الايباد عاملة ازاي، طبعا حالة ممتازة جدا ما شاء الله يعني. وباذن الله الشخص اللي هيكسب انا هخش اكلمه على الايميل، يعني الايميل بتاعه هيلاقي كده في رسالة مبعوتة له، فانا هخش اكلمه على الايميل. يعني ما حدش يقلق خالص من النقطة دي، يعني عشان لو حد فكر فيها واحنا بنشتغل في الفيديو، لا ما حدش يقلق خالص. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وكان معاكم الكابتن، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.